طب انت عارف ان الاسلحه البيولوجيه اللي موجوده دلوقتي دي مش اول اسلحه بيولوجيه في العالم؟ العالم طول عمره بيستخدم اسلحه بيولوجيه. طلعت موضة قديمة كمان؟ دي هي موضه حديثه انقرضت ورجعت تاني. انت ايه عارف ده؟ مثلا التتار لما جم يحاصروا مدينه كافا، في مدينه اسمها كافا، اوكي. حاصروها 1346 1347 حاجه زي كده يعني. مهم. وكانوا عايزين يخشوا المدينه، فالمدينه كانت اسوارها محصنه مظبوط. فيعملوا ايه؟ قال لك هات يا عم، في ناس هنا عندنا بتموت بالطاعون، والطاعون ده مرض معدي، هات الجثث بتاعت الناس دي وارميها من فوق السور. اه. فالمرض هيتنقل جوه الناس، خليهم بقى ايه جوه محبوسين كده مع مع مرضى الطاعون، مع مم. الجثث بتاعت الطاعون. اوكي. وفعلا الشعب كله جاله الطاعون وفتحوا واستسلموا للتتار. وبيقولوا ان ده كان سبب بلاك الطاعون ديث. البلاك ديث، الطاعون اه. الاسود اللي اجتاح اوروبا كلها وموت تلتين اوروبا تقريبا. واجتاح مصر، كل دول الحوض المتوسط. كله جاله الطاعون، بس ما اه. كانش طاعون الاسود، احنا هنا جالنا طواعين كتير، احنا طواعين كان كل كتير. سنتين بيجي طاعون في اه. البلد يعني. مم. بس فتخيل بقى ان انت دلوقتي لسه هتفكر تستخدم حروب بيولوجية، وهو اصلا الراجل من جنكيز 600 سنة خان. كان شغال، جنكيز الله خان ينور. كان بايونير فعلا. بالظبط. ماشي، حلوه حلاوتك. المعلومه دي يا شادي، حلاوتك.